شاورما فراخ بجد تحفة، هتدمنوها لما تعملوها. يلا بينا. هنحتاج صدور فراخ ونقطعها بالطريقة دي، ونقطعها شرايح تكون رفيعة علشان تستوي بسرعة وما تاخدش وقت معانا. انا امنية اشرف، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي فولو ولايك وشير. هنتبل بقى الفراخ بطريقة سهلة وجميلة جدا. اول حاجة هنحتاج علبة من الزبادي ومعلقة ونص من الملح، وكمان نص معلقة من الفلفل، نص معلقة من الشطة، نص معلقة من بابريكا مدخن وبابريكا عادي لو في، وكمان نص معلقة من السماق، ونص معلقة من الزعتر، ورشة قرفة، ونص معلقة من الريحان، ورشة من القرنفل، ورشة من الحبهان. وهنحتاج نص عصير برتقانة، وكمان نص معلقة من بصل بودر وتوم البودر. ونقلب بقى الفراخ كده مع التتبيلة اللي احنا عملناها، وكمان هنحط معلقة صغيرة من الخل وكمان معلقة من المستردة، ونقلب بقى كله كده مع بعض، ونسيب الفراخ تتبل 10 دقايق عبال ما نعمل الخضار بتاعنا. هنحتاج 2 من الفلفل الأخضر ونقطعه بالشكل ده، وكمان فلفل أحمر، وكمان فلفل اصفر. الفلفل الاصفر اختياري، وكمان بصلايه هنقطعها بنفس الشرايح كده بنفس الطريقه. وهنحتاج 3 من فصوص الثوم ونقطعهم بالطريقه دي، ونحط عليهم شويه من زيت الزيتون، ونقعد نقلب كده الخضار مع زيت الزيتون مع البصل. الزيت الزيتون بيدي لمعه جميله جدا. نجيب بقى طاسة وننزل الخضار اللي احنا عملناه بالزيت الزيتون ده، ونحط عليه رشة من الملح ورشة من الفلفل، وهنقعد نقلب لغاية ما يدبل كده بس. وكده الخضار دبل معانا، وهنسيبه بقى على جنب. هنرفعه من على النار ونجهز الفراخ نسويها. هنجيب نفس الطاسة اللي عملنا فيها الخضار، ننزل عليها شوية زيت، والطاسة لازم تكون سخنة. كمان لازم النار تكون عالية جدا وقت ما بنزل الفراخ، علشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتبقى جوسي واحنا بناكلها. نفضل نقلب كده، وبعدين ننزل بقى الثوم بتاعنا، وهنفضل نقلب لغاية ما تشرب بقى المية دي، لغاية ما تاخد لون شوية وتنشف خالص. بعدين نرفعها وننزل عليها الخضار، ونحطها على النار دقيقة واحدة بس. بعدين نجهز الساندوتش بتاعنا. انا هستخدم العيش السوري، وهنحط بقى كاتشب ومايونيز، وكمان خيار مخلل كده، ونبدأ نقفلها من الجنب بالطريقة دي علشان الحشوة بتاعتنا ما تقعش من الطرفين. ونعمل هكذا، هتعمل معانا كام ساندوتش حلو كده، وبجد طعمها تحفة. بقى هنحط شوية في الطاسة كده سمنة، ونحمر الساندوتش علشان يبقى مقرمش ولذيذ وجميل جدا. تاكلوها بألف هنا، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم.